السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنملح مع بعض البسارية بطريقة مفيش اسهل منها، ومكونات سهلة واقتصادية موجودة في كل بيت. وعايزة اقولك البسارية رغم ان سعرها رخيص جدا بس كلها فسفور وفيها قيمة غذائية ما تقلش عن السمك الكبير. اول حاجة طبعا عندي البسارية غسلتها طبعا كويس جدا، سبتها تصفي المية. انا غسلتها الصبح وسبتها لحد اخر اليوم، لازم تنشف تماما من المية اللي فيها. وبعد كده نشفتها بمناديل مطبخ. عندي طبق هنزل فيه بمعلقتين من الملح. البسارية اللي كانت عندي دي كانت نص كيلو. هنزل كده بمعلقتين من الملح، عليهم نص معلقة من الكركم وكمان معلقة كبيرة من الشطة. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. خلاص كده هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض. ودي كل المكونات، مفيش ازيد من كده. هما 3 مكونات: ملح وكركم وشطة. كمان عندي البرطمان غسله كويسه جدا ومعقماه بخل ونشفته كويس جدا من الميه، لازم تنشفيه تماما من الميه اللي فيه. ودلوقتي هنضيف كده معلقه ملح في قاع البطرمان او البرطمان زي ما بتسموه. هنحط طبقه دلوقتي من البسارية. شايفه ما شاء الله البسارية طازه كده ومفلفله مش معجنه في بعض. هنحط طبقه بالشكل ده. عايزه اقولك طعمها في الاخر تحفه. وخلاص كده بعد ما حطينا طبق، دلوقتي كمان هنضيف عليها معلقه من الملح. وحاولي تغلفي كل البسارية بالملح عشان تضمني ان هي ما تبص منك. شايفه كمان لون الملح، الكركم مديله لون والشطه تحفه. دلوقتي هنحط طبقه تانية من البسارية. لازم تنشفي البسارية كويس جدا من الميه اللي فيها. هنحط كده بالتبادل طبقه بسارية وطبقه ملح لحد ما نخلص الكميه اللي كلها اللي موجوده معانا. حاولي كده تغلفي كل البسارية بالملح. ودلوقتي هنضيف اخر طبقه من البسارية. عايزه اقولك الكميه دي كانت مناسبه جدا، لان انا بس اللي في البيت باكل الملوحه او البسارية المتملحه دي، محدش بياكلها غيري. هنضيف كده اخر طبقه. اتمنى ان شاء الله تجربي طريقتي في تمليح البسارية او تخليل البسارية، وان شاء الله تقولي لي رايك فيها ايه. خلاص كده دلوقتي هنحط باقي الملح. تقدري لو ما عندكيش البرطمان الازاز تقدري في علبة تلاجة، اي حاجة موجودة عندك خليلي فيها، مفيش مشكلة. بس بما ان البرطمانات الازاز دي متوفرة عندي كتير فانا استعملتها. خلاص كده ضفت الملح كده واتأكدت ان انا غلفت كل البسارية بالملح. وخلاص كده كمية الملح اللي عندي خلصت. هز الطبق كده عشان تتأكدي ان الملح نزل على البسارية كلها. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا. شايفين بهز البرطمان بالشكل ده عشان اتأكد ان الملح وصل كل البسارية. ودلوقتي عندي طبق هحط فيه معلقة كبيرة من الشطة. الشطة اللي عندي عايزة اقولك كانت شطة حامية جدا. وهضيف عليها حوالي ربع كوباية من الزيت. وهقلبهم كويس جدا مع بعض وهنضيفهم على البسارية. عايزة اقولك دي كأنها مادة حفظ، وكمان هتدي لون جميل جدا للبسارية. دلوقتي بالمعلقة بالشكل ده هنوزعها. شايفين لون الشطة مع الزيت لونها جميل جدا. وهنغطيها بكيس تلاجة. عايزه اقولك تقدري تاكلي منها بعد 3 ايام بيبقى طعمها تحفه. خلاص كده ضفنا كل كميه الزيت. دلوقتي هنجيب كيس تلاجة نضيف وهنحط وهنقفل البرطمان كويس جدا عشان مفيش هواء يدخل للملوحه او للبسارية.
ان شاء الله كده تقدري تاكلي منه بعد 3 ايام، هتكون مستويه وزي الزبده، وعايزه اقولك طعمها وريحتها بتبقى تحفه. ان شاء الله تجربي الطريقه دي وتعجبك، ويا ريت لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفك في فيديو جديد، وباي.